طيب هات مثال الليزر وحطه لي على العرموس ده نشوف هيمشي خط مستقيم ولا هيكون في ملي. لو في ملي هكسر الارضيه دي على حسابك، انت اشتغلت معايا ببلاش كده. لا 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 استنى بس، مقاسات هندسيه ايه؟ معاك لحد 2 سم مد. يا ده مش ده مش هينفع. بعد مقاسات هندسيه دي يعني هقول ايه؟ مساء الفل، مع حضراتكم باشمهندس ابانوب من شركه ديكوريتيف. احنا حاليا شغالين معانا في بند السيراميك، شغال معانا. بمناسبه السيراميك طبعا بعد ما بنخلص بنشتري طبعا الكرتون والتيب العريض، وبعد كده بنفرش الكرتون، الرول دي بنفرشها وبنفرش رول تاني جنبها، وبنركب 10 سم الكرتون على الكرتون، وبعد كده بنجيب التيب نروح مسلتبين حواليه علشان خاطر النقاش لما يشتغل بعد كده والصناعيه تدخل بتاعت عشان نركب الابواب بتاع الغرف او الباب المصفح او نشطب السباكه وتشطيب الكهرباء وتشطيب النقاشه ما يبهدلوش السيراميك ويبقوا واقفين على الكرتون. فده بند الكرتون معانا. زي ما حضراتكم شايفين احنا بنشتغل بكليبسات زي ما موجوده قدام حضراتكم. بنشتغل بكليبسات، يعني هتلاقي السيراميكا دي جايه معايا واخده في الاربع زوايا، واخده معايا كليبسات وموزعين بعد كده كليبسه 2 3 و4 نفس الكلام، وبعد كده كليبسه 2 والاربعه نفس الكلام، وموزعين بالتقسيط الكليبسات علشان خاطر نضمن كويس جدا ان لو في اي ميول او في اي حاجه يبقى السيراميكا معانا مظبوطه وما يكونش فيها اي اوصى او اي حاجه بالنسبه للسيراميك. زائد ان احنا كمان شغالين السيراميك ده من شركه كليوباترا، وهي شركه جميله جدا، بيبقى نسبه العيوب بتاعتها قد تكون مش موجوده لان دي فرز اول. فزي ما حضراتكم شايفين احنا شغالين في الريسبشن، خلاص بنشطب ومعانا مقاول السيراميك لوست ايهاب. احنا دلوقتي كده يعتبر بنفنش. الله ينور يا اسطى، ايه الدنيا؟ ايه الحلويات بقى اللي انت عاملها دي؟ وايه اللي انت عامله؟ يا باشا الله ينور. هو انا شايف تقطيعات هنا حاططها في الوزر، يعني ايه ده؟ بس يا باشمهندس السور ده كبير في دوران. فلازم نقطعها بمقاسات هندسيه عشان لا 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 استنى بس، مقاسات هندسيه ايه؟ انت عرفت الكلام ده منين ولا شغال ازاي؟ لا استنى واحده بس، بروح عليها عشان خاطر برضه الناس تبقى مشاركينها، وايه مقاسات هندسيه والكلام ده، وايه الكيرف اللي في البلكونه. فانا هديك المايك تشرح لنا كده بهدوء وتقول لنا ايه المقاسات الهندسيه اللي انت عاملها وايه الكيرفات دي، الكيرف بتاع البلكونه بمقاسات الهندسيه. انت لازم من الكلام ده يتسجل، ما ينفعش اصلا يعدي كده يعني. تعال عايزك تقول لي بقى ايه المقاسات الهندسيه اللي انت واخدها في وزره، ايه دي؟ احنا عندنا هنا يا باشمهندس جايه بعرض ال 120، فال 120 على الدوران دوت مش هينفع. ماشي. ولو بال 60 برضه مش هتيجي. تمام. هتبقى دي فيها دوران شديد. تمام. جامد. فاحنا لازم نقطعها بمقاسات معينه عشان تجيب معانا الدوران، يعني انا مقطعها عشرينات. تمام. ال 30 مش هتنفع، مش هتلف معاك. طب ليه بقى مش هتنفع؟ كبيره، حتت كبيره ثلاثينات مش هتلف معاك، الكيرف جامد. يعني انت لو حطيت ال 30 في الكيرف مش هتلف معاك، هتنور. هتبقى في النص واخده معاك لحد 2 سم مد. ده مش ده مش هينفع. فاحنا بنصغرها على قد ما نقدر عشان يجيب معانا الدوران كويس، وفي نفس الوقت ما يربيش ماده زي ما حضرتك شايف كده. انا بصراحه انا شايف ان الماده بص خلاص هي يعتبر مش مكمله، حاجه بسيطه، وبعد كده الوزر هو 3 مللي او نص سم بتاعتنا الماده هي في الوزره في كل الشقه. فلازم نمشيها هنا نفس الطريقه، مش غلط ان احنا نربي لها وبالذات في الشمس بالظبط على ماده زي كده. وكمان احنا ماده زي كده بننجر الوزره كويس الاول قبل ما نشتغل. حلو جدا، يبقى منقر في الحائط عشان خاطر يبقى في تماسك مع الماده ومع الحائط عشان ما تفكش بعد كده. نبين المحاره اللي تحت الماده دي. حلو جدا. طيب تعالى انت بقى كده معانا، هات الكيرف بتاع البلكونه علشان برضو المشاهد معانا الناس تبقى شايفه احنا قسط بمقاسات هندسيه، انه مقسطين ولافين علشان خاطر البلكونه فيها كيرف، يعني زي ما هو واضح كده اهو البلكونه فيها كيرف، فكان لازم تتقطع علشان لو الوزره كبيره وهي بتلف الكيرف مش هتلف، فالوزره هتبقى منوره. يا باشا الله ينور عليك، يعني بعد مقاسات هندسيه دي يعني هقول ايه؟ بعدين الشغل باين يعني.
وبرضه عايزك تشرح لي الارضيه هنا اشتغلتها الكليبسات، وتقول لي انت عملت ايه واشتغلت ازاي. يعني انا دلوقتي عايزك تسلم لي الريسبشن ده، ان انا لو حطيت ليزر، ركز في الكلام ده لان ده بفلوس وهيتخصم او هيتقال عليك الله ينور. ماشي. لو حطيت ميزان الليزر ومشيت الليزر كده، هيجي معايا خط مستقيم العرموس ده بالليزر. انتوا حضرتكم متخيلين الريسبشن قد ايه؟ ايوه يا باشمهندس. طيب هات ميزان الليزر وحطه لي على العرموس ده، نشوف هيمشي خط مستقيم ولا هيكون في ملي. لو في ملي هكسر الارضيه دي على حسابك، انت اشتغلت معايا ببلاش كده. ماشي. تمام؟ احنا كده دلوقتي ميزان الليزر احنا كده شغالين بيه اصلا، وبنشتغل بيه في شغلنا في الريسبشن ده كله. ميزان الليزر هيتحط على العرموس وهنضرب بميزان الليزر. لو في ملي هنا هتدي معايا 5 ملي وممكن توصل لسنتي هناك، لان كل متر بيبتدي ان هو لو ملي بيزيد ملي الضعف كمان. يعني الريسبشن عندي ما شاء الله كبير جدا، فلو في مشكله ملي هنا هيكون في سنتي هناك. دي تركايه مهمه وحاجه مهمه جدا، ما تسترخصش في المصنعيه ولا تسترخص في الاستلام، لانك لو مهندس شاطر وهتعرف تستلم كويس فهتعرف تجيب مقاول شاطر. ودي شطاره المكتب او شطاره الشركه، انها عارفه مين الرجاله بتوعها، مين اللي بيشتغل، مين الكويس ومين اللي مش كويس، بالاخص في بند تقيل زي ده، مع العلم ان كل حاجه تخص التشطيبات هي مهمه وكبيره. دلوقتي كده انت بتظبط الميزان؟ بنظبط الميزان على اللحام بالظبط عشان حضرتك تشوف اللحام. ماشي. هات لي السيراميكا بقى عشان نجيب لك الجزء اللي هناك ده. يوم الاستلام يتخصم على المقاول او ما يتخصمش، دي راجعه لشغله. تعالى. احنا الميزان زي ما حضراتكم شايفين على اخر العرموس، وادي عندي بص المسافه قد ايه، فلو في ملي قدام هيبقى في سنتي هنا. طبعا تعالى لف كده بقى، تعالى ادي عندي ميزان الليزر. تعالى امسك دي، هات دي، امسك دي. زي ما حضراتكم شايفين ادي عندي الليزر، بص هناك اهو، وطبعا ضارب الليزر بتاعه الشعاع لحد في الجزئيه دي. ادي عندي الليزر اهو، وادي العرموس اللي في الارضيه، يعني اهي مش عارف واضحه في الفيديو، اهي واضحه. ادي الخط اهو مكمل معايا في العرموس. فعندي الليزر اللي جاي من هناك ضارب معايا العرموس كله خط واحد واصل لحد الجزئيه دي. يا باشا الله ينور عليك. الله يخليك يا باشا. طبعا انت لو في ملي في الاول هيبقى بسنتي هنا، اكتر من سنتي يا باشمهندس، لان المساحه كبيره، مساحه كبيره. دي حقيقه. بص يا باشمهندس كمان عندنا هنا الوزره، بص في اللحام بالظبط. طبعا ده اساسي، الوزره ماشيه تمام، واصله اهي لحد هنا. يا عم الله ينور عليك كده. لا يبقى انت يتصرف لك المستخلص بتاع الحساب بتاعك، لان بصراحه مش شايف غلطه. كنت عايز اخصم بس ما فيش. طب الحمد لله. وطبعا التطبيل ماشي. هات يد المقشه، هات يد المقشه نستلم التطبيل بالمره. احنا عايزين نشتغل. انت لا مش هتشتغل النهارده، مش لما نستلم. التطبيل طبعا بيد المقشه زي كده، وتخبط على البلاطه كلها، القلب والزاويه. طبعا هي لو مطبله هيبقى الصوت كاتم فيها. وطبعا في اماكن عشوائيه علشان خاطر تبقى. انا طبعا استلمت كل ده التطبيل لان واقف معاه، وفي مهندس موقع يوميا واقف معاه، بنستلم كل ده. والمشابك علشان لو في اي ميول او تقويصه او حاجه لازم طبعا مشتغلين بالكليبسات بالاخص في المقاسات الكبيره. ولازم طبعا ميزان الليزر يبقى شغال معانا، والميزان عشان خاطر العرموس وعلشان خاطر الشغل معانا يبقى ماشي مظبوط. وبند الكرتون ده مهم جدا، والله ينور عليك.
انا كنت عايز اقسم عليك بس مفيش خصم. وموضوع التقطيعات والمقاسات الهندسيه فانت معاك حق فعلا، لان هي اصلا جايه بكيرف، فلو كانت اتقطعت اكبر فكانت تبقى منوره، لان هي جايه بكيرف. فالتقطيعه والتقسيطه اللي بالمقاسات فدي مظبوطه صح، والله ينور عليك. الله يخليك. كده احنا بقينا السقيه احنا شغالين مش سقيه ان احنا بندلق ميه وبنجيب المساحه وبنمسح، شغال بالفرطاسه طالع عينه يا عيني. وطبعا معلومه برضو تاني مهمه، حاجه مهمه جدا، وهي ان احنا شغالين في السقيه. احنا كده خلاص بنخلص، بعد كده هنكسر الكليبسات دي كلها وبنفتح العراميس اللي ماشيه دي. وملحوظه مهمه برضو ان العرموس معانا ماشي، يعني ده العرموس ده ماشي معانا مكمل حتى في الوزره، ماشي اهو العرموس ماشي مكمل في الوزره. طب انا عندي زاويه زي دي، تعال قرب، الزاويه دي متاخده على زاويه 45، مقصوصه 45 يمين وشمال. ده بالنسبه للزاويه، فجايه معايا شكلها تحفه وجميل جدا، ولسه لما تتسقي طبعا. عند العرموس ده ماشي اهو، ارجع لورا كده، العرموس ده ماشي مكمل معايا في الوزره. طب ارجع للعرموس اللي بعده، هتلاقي العرموس اللي بعده ماشي اهو مكمل معايا في الوزره. وهكذا في الارضيه كلها، العرموس اللي ماشي كده مكمل معايا في الستينات، مكمل معايا كده على طول. وحتى في ال120 ادي عندي ال120 متاخده وزره واحده. ادي هنا العرموس ماشي مكمل حتى في الوزره، والعرموس ماشي هنا مكمل حتى في الوزره. فكل حاجه معمول حسابها، مفيش حاجه اسمها دي رايحه كده ودي ماشيه كده والشغل العشوائي. احنا ما عندناش عشوائيه، لان هدفنا هو الجوده، الامانه، المصداقيه، ودي هدف شركتنا وهدف شغلنا اللي احنا بنعمله في الواقع بتاعنا. طبعا السقيه ما بنسقيش، احنا بنكب بجردل كده وجبس واسمنت ابيض ونقعد وبعد كده يسوس ويفتح ويلم حشرات ويلم نمل. احنا ما بنعملش كده، احنا بنسقي بماده السقيه زائد كمان بالفرطاسه. فممكن كمان نشوف هو شغال دلوقتي في السقيه جوه، هنشوفه شغال ازاي وايه الدنيا. طبعا انا عندي المطبخ هنا، بنبتدي ان احنا نسقي في الحوائط زي ما حضراتكم شايفين. اصل ايهاب لا يا باشمهندس، انت بتسقي فين؟ بس الحمام. تعالى ورينا كده بتسقي ازاي. انت بتسقي فين؟ بس هنا يا باشمهندس. ايه ده استنى، هو ايه اللون ده غامق قوي ده؟ لا يا باشمهندس، الماده دي بتفتح بعد كده. تمام. تعالى حضرتك بعد ما نخلص هنا اوريك في المطبخ. ماشي. قبل ما تورينا عايز اشوف انت بتسقي ازاي بالفرطاسه، مش ان انت بالمعجن كده ونرمي وخلاص. لا يا باشمهندس، لازم كده، ولازم تلحم ايدك جنب بعضها كده وتدبس كويس. تمام. عشان اللحمات تتملي كويس. تمام. احنا كده يا جماعه دلوقتي احنا بنسقي بالفرطاسه زي ما حضراتكم شايفين، بيشد وبعد كده نروح لاحمين في العرموس زي ما شايفين كده. الله ينور عليك. علشان خاطر نضمن ان العراميس كلها متقفله وكلها مسقيه، علشان خاطر ما يكونش فيه سوسه، ما تعملش سوسه في الاخر السقيه دي تقع. طيب انا عايز اشوف الماده دي بدرجه اللون بتاعتها وهي ناشفه بعد ما نشفت. تعالى يا باشمهندس هوريك العينه اللي عملناها. تعالى وريني. معلومه برضه حاجه كمان، بعد ما ركبنا الزوايا الفواصل ديت بتاعت السيراميك، ارجع، بعد ما ركبناها حطينا التيب بتاعنا اهو علشان خاطر نحافظ على اللون بتاعها، علشان واحنا شغالين طبعا داخل وطالع ما نجيش لما نيجي نسلم للعميل تكون اتجرحت ولا اتبهدلت. ارجع، ادي الفاصل اهي محطوط عليها لزق تيب زي ما حضراتكم شايفين، وهيجي عليه الكرتون يداري كل ده علشان ما تتجرحش. التفاصيل دي هي اللي بتخلي التشطيب في الاخر جاي يعني باكج او لوكس كده حته في بعضها، مش ان انت بعد ما تسلم تلاقي الدنيا متبهدله من الصنايعيه واللي داخل واللي طالع يبهدل الشغل. اكيد لا. وريني بقى الماده اللي نشفت. يا باشمهندس بص العينه بتاعتنا. تمام. الاهم حاجه تكون نفس لون السيراميكا، يعني بص لو حضراتكم شايفين تمام اهي، ارجع هتلاقيها مش باينه، يعني هتلاقي ان السيراميك كله زائد كمان ان السيراميكا دي 60 في 120 قطع ليزر. فعندي العرموس لما يتملى بالماده والماده تتدرب مظبوط بدرجه لون السيراميكا اللي موجوده مظبوط، عشان لما تنشف زي كده ما تبقاش باينه. يعني احنا عملنا الجزئيه دي بس اللي عملناها، ده لسه ما سقيناهوش، ده بس عينه علشان نشوف درجه اللون.
لو فاتحه نغمقها شويه، ولو غامقه نفتحها شويه لحد ما تظبط. وطبعا بيطلع عين الصنايع عشان يعمل كده لحد ما تظبط، ونروح مستلمينها تمام. يبقى نعتمد الكل على كده. واحنا اصلا شغالين بماده سيتوفيل، ماده السقايه نفسها من كماليات البناء الحديث اللي هي السي ام بي. ده بالنسبه للماده. لو الدرجه دي كده تمام يبقى توكل على الله اشتغل. الله ينور عليك ومعتمد. الله يخليك. اعتمدتها. طيب يا باشمهندس. الله ينور عليك. عايزين نخلص باذن الله السقيه على خير، وتتكنس كنسه محترمه، تتسقي، اتظبطت، فتحت العراميس بتاعتك كله تمام، الكرتون، وتقفل الكرتون يا اسطى ايهاب. حاضر يا باشمهندس. تمام. في اي حاجه هتقولها؟ لا 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 خلاص. تمام خلاص ماشي. شكرا. سلام.